محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. مشاهدينا لكم متابعينا من ملعب سانتياغو برنابيو من كابينة التعليق معكم فارس عوض أعزائي المشاهدين. واليوم نحن على موعد مع مباراة السيمي فاينل لهذه البطولة، حيث سيكون الميرينغ ريال مدريد يواجه ريال سوسيداد. قلق طبيعي كريستيانو رونالدو، الله على حارس المرمى، شوف التصدي، شوف اللقطة، كرة كانت صعبة لكن شوف المرونة، ردة الفعل الجميلة، ضربة ركنية بدون خطورة والكرة بتضيع. محاولة هجومية هنا، باتجاه المنتصف. اوهو يا سلام على حارس المرمى، حافظ على تركيزه على كريستيانو رونالدو. كرة بتخرج إلى ضربة ركنية بعد ما لمست المدافع. الجماهير تشعل الأجواء في المدرج الآن، ضغط كبير، ضربة ركنية، من الممكن التسجيل من خلال هذه الكرة. العرضية في وسط المنطقة، الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. رونالدو مسلط عليه الأضواء بشكل كبير في هذا اللقاء. أخبار كثيرة خرجت في الآونة الأخيرة تتحدث عن نية اللاعب في الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، أخبار قد تكون صحيحة بنسبة كبيرة. أوهو ممتاز كورتوا في التصدي، الكل ظن بأن الكرة في المرمى من هذا المكان. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء، يمنع التسديد من المرور. ركنية أخرى، بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. عدنان يانوزاي يقطع الكرة في مكان خطير. انطلاقة هجومية لريال مدريد. كونراد دايمر، وورد بروث، عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار ثغرة، بانتظار كرة بينية، عرضية تجد طريقها إلى يد الحارس. حارس يتدخل، يبعد هذه الكرة بعيدا عن منطقته، بيخلصها في هذه اللقطة. أندريا بيلوتي، عدنان يانوزاي، يا سلام على التمريرة. سيلفا، اوهو كرة في المرمى، هدف أول في السيمي فاينل. المباراة تشتعل، التأهل للنهائي أصبح على المحك والأجواء الفريدة. كريستيانو رونالدو، مستحيل الكرة في المرمى، هدف التعادل من نصيب الميرينغ ريال مدريد. شوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم، وثم موقف 1 على 1 تأتي التصويبة القوية في المرمى، لا يمكن التصدي لها. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. كريستيانو رونالدو، حارس المرمى ببراعة يتصدى. الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتصدى لها. ركنية باتجاه المنطقة. اوهو هذه لحظاتهم، هذه متعتهم، هذه كراتهم. هدف آخر يوسعون به الفارق، هدفين في غضون لحظات ليست غريبة على هذا الفريق. نشوف الهدف من جديد، ركنية أرسلت إلى القائم البعيد، وإنهاء جميل بكرة رأسية في المرمى، هدف في منتهى الروعة.
النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. يتحرك بالكرة للأمام، الهجوم يتوقف والكرة مع الفريق الخصم. ممكن هجمة مرتدة الآن. الدفاع لازم يتراجع لمنطقته للتصدي لهذه الكرة المرتدة. عند الإمكانية هنا، مستحيل الكرة، تصدي والتألق غير عادي من كورتوا. كرة هدف من هذه المسافة لكن ضاعت، لكن أبعدها. أويرزابال أوه، كيف ضاعت هذه الفرصة. كرة هدف الآن، لكن هنالك راية وإعلان عن حالة تسلل، لكن على أي حال كان يجب استغلال هذه الفرصة. كريستيانو رونالدو، أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. جميل نقل الكرة من ريال سوسيداد. ديفيد سيلفا، تسديدة لا تمر، ركنية وفرصة للتعادل. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. كريستيانو رونالدو، ملعوبة إلى رونالدو. الحكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. الشوط الأول ينتهي 2-1. الآن أحداث شوط المباراة الثاني من السيمي فاينل لكأس إسبانيا، وما زلنا في تغطية متواصلة لهذه القمة الكبيرة. عدنان يانوزاي، تمريرات متتالية بحثا عن ثغرة، بحثا عن مساحة في دفاع الخصم. كونراد لايمر، كرة تصل لديفيد سيلفا. وورد بروث، جميل نقل الكرة من ريال سوسيداد، لكن بتضيع الكرة ويضيع المجهود في محاولة بناء الهجمة. تدخل خاطئ في هذا التوقيت، ممكن أن نشاهد بطاقة. الحكم يوجه الورقة الصفراء في وجه اللاعب. وورد بروث، لونورما. عناوين الصحف مليئة بالأخبار والانتقالات وبالأرقام الكبيرة الفلكية في هذه الأيام. تشاهد الفرق اللي ممكن فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. يا رب، تصويبة لكن حارس المرمى يبعد هذه الكرة. كانت للكلمة العليا في اللقطة الماضية. واضح أن خروج حارس المرمى في التوقيت المناسب لإبعاد الضربة الركنية. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. كرة مرتدة خطيرة مشاهدينا في ظل وجود ضعف انطلق فيها بشكل سليم، مر فيها بشكل سليم، سرعة كانت بشكل سليم، نهاية كانت سليمة في المرمى. هجمة مرتدة خيالية، الله على اللقطة. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة وبراسية مثالية، حطها في المرمى ولم يعطي حارس المرمى أي مجال.
سعادة كبيرة على وجه المدرب اللي يشاهد الآن اللاعبين يسيطرون على مجريات المباراة بالطول والعرض. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. يتغلب على الرقابة بشكل ممتاز. بيلعب لك كرة بينية عالية، المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. كريستيان بورتو يتوغل لقلب الملعب، استخلاص الكرة في مناطق الخصم. الله على اعتراض التسديدة، عند الفرصة في هذه اللحظات. العرضية كانت ضعيفة يخرج المنافس. الضربات الركنية تستمر، ركنية باتجاه المنطقة، أبعدها مارسيلو بكل أريحية. وصلت الكرة إلى كورتوا بدون أي خطورة. الحكم يعطي الأفضلية لريال مدريد. الكرة بتروح من ريال مدريد. تحرك جيد في الثلث الهجومي، عرضية بيوقف ألابا. بيلعب لك كرة إلى منتصف ال 18. يتقدم نحو المرمى، كرة داخل المنطقة. على فرصة كيف ضاعت، كانت قريبة من المرمى، حطها براسة حلوة لكن التوفيق لم يحالفه في اللقطة الماضية. الفريق يغير اسلوبه، يغير طريقته، يبدا بتكتيك هجومي شامل في محاوله لاحراز اي هدف باي طريقه، مع ان هذا التكتيك الهجومي قد يخلق فرص كثيره بالنسبه لهم، لكن في المقابل قد يكلفهم الكثير، ولذلك عليهم الحذر. الافضليه عند المهاجم، مر فيها من المدافع في هذه اللقطه. كريستيان بورتو، جيمس براوس، ركله جزاء تحتسب. فرصة جديدة لتقليص الفجوة بين الفريقين والعودة لأجواء المباراة بشكل عملي. الحكم يكتفي بركلة جزاء ويحتفظ بالبطاقات في جيبه. يتقدم اويارزابال للتسديد. على التوقع، الله على التصدي لركلة الجزاء. قد تأتي الحلول من دكة البدلاء، الأوراق الرابحة، المدرب يدخل لاعب بديل على أمل العودة في المباراة. ضغط متقدم على الخصم. ديفيد سيلفا بيلعب لك كرة عرضية، يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. ضربة حرة مشاهدينا تمنح لفريق الميرينجي. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. تسع دقائق متبقية من عمر المباراة. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. كريستيان بورتو، فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية بيخلص حارس المرمى بدون أي صعوبات. رودريغو، تصل إلى كارفاخال، عرضية إلى العمق بكل ثقة بكل تحدي، بردة فعل برشاقة. حارس المرمى ينجح في الاختبار. كرة كانت من مسافة قريبة لكن ردة فعل خيالية لهذا الخيالي. كانت فرصة مواتية لكنه لم يتعامل بالشكل المطلوب. الكرة إلى ضربة مرمى. ديفيد سيلفا،
زوبيلديا. 3 دقائق كوقت إضافي هي كل ما يتبقى. أندير جيفارا عند الكرة الآن، ممكن جول. الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. مباراة ترفض بأن تنتهي. هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة. شوف الأعصاب الآن، هدف واحد قد يأتي في أي لحظة في المباراة. في الوقت بدل الضايع، هدف لن يغير الكثير، لن يغير الشكل ولا الصورة. يعلن الحكم نهاية هذه المباراة على فوز أصحاب الأرض، والجماهير في هذه المباراة بالتأكيد في سعادة. أفضلية مهمة قبل الجزء الثاني من هذه المواجهة. Gracias por